البطولات اللي لعبها ونجاحه الكبير. تتكلم مثلا المنافس الكبير بتاعك نادي الزمالك، تكسبه في الدورين رايح جاي، بتكسب 3 وبتكسب النهارده 4 في السوبر 2. والنهارده كمان بالذات يعني بطوله منتهيه بالنسبه لك. انت خدت بطوله الدوري، مفيش دوافع للفرقه بمعنى اصح يعني ان انت تخلق دوافع للعيبه وتحقق مكسب زي ده. الناس حتى في بعض الناس او بعض الجماهير الاهلاويه زعلانه ان النتيجه 4. انت فاهم الفكره اللي وصلت لك، ان انت حتى وانت كسبان 4 بتقول كان عندي الامكانيه ان انا اكسب اكتر، كان عندي الامكانيه الشوط الاولاني اني ازود، الشوط الثاني لو بدات بنفس الامكانيات اللي لعبت بيها الشوط الاولاني كانت هتفرق معايا جدا وكنت هقدر نفس اكسب القوه يعني اللي بدات بيها. فدي وصلتك من ايه؟ من المكاسب بتاع الفرقه واداء الفرقه الفتره طبعا موسم استثنائي للجيل ده وللمدير الفني ده وللقرار التاريخي اللي انا بشوفه ان ده اهم حاجه حصلت في النادي خلال السنه اللي فاتت، وهو راحه اللعيبه. انا بشوف ان القرار ده هو اللي فرق في كل الموسم ده. تمام. استاذ احمد الخضر، شباب مساء الفل. مساء الجمال، منورنا. مبروك. حصل اللي انت توقعته امبارح. مبروك التمثال الاول، مبروك التمثال. مبروك، اتفضل. بقول لك مبروك كابتن سعيد ومبروك ليك برضه. حصل اللي انت توقعته امبارح. يعني انت قلت لو الراجل لعب كده وبنفس الشكل ده، دايما تقول كده الفتره الاخيره هتبقى في مشكله في ماتش الاهلي. طبعا حصل طبعا. ومجرد ما عدل الميزان الشوط الثاني الدنيا اختلفت. يعني الزمالك جاب تدعيمات. فاكر لما كنا بنقعد نقول الزمالك برده مش محتاج تدعيمات كتير، وانس ان هو عدل شويه الميزان الدنيا اختلفت. تمام. طيب شفت الماتش ازاي؟ اقول لك لا اصل انا مش حابب اكلمك كوره في الاول يعني. لا اصل قصه مش كوره، قصه الزمالك مش كوره. لا النهارده كوره. لا اسمعني بس بقى. ما انا انت بتسالني انا. اصل في شوطين. لا مستوى الشوط ومستوى الشوط. اديني فرصتي. قصه الزمالك اكبر من الكوره. بس عشان ما فرعش يا فندم. لا افرع ايه؟ ده انا جاي عشان ده الاساس. هو انت هتقول لي اصل لعب بطريقه ايه ولا لعبش بطريقه ايه؟ لا هو ده اللي حصل. لا يا فندم، لا يا فندم، اسمعني بقى، ده رايي. الزمالك مشكلته مش كوره. مشكله الزمالك بيلعب بازرق ليه النهارده؟ انا فوجئت. ليه؟ ما تجاوبني. والله ما عارف. طيب بس ما عنديش سبب. هو الزمالك عنده رئيس ولا عنده اللي بيلعب احمر وكل حاجه، الاهلي يلعب ابيض عادي يا باشا. ما انا بقول لك يعني الزمالك يقدر يلعب ابيض عادي. ازرق ليه؟ مش عارف. هو الاهلي بيلعب ابيض؟ لا. طيب هو الزمالك عنده رئيس ولا ما عندوش رئيس؟ في مجلس ولا مفيش مجلس؟ في مدرب ولا مفيش حد فاهم حاجه؟ بعد كده اتكلمنا على الكوره، هاجي اكلمك على الكوره والتفاصيل والمدرب وطريقته غلط والكلام ده. بس طبعا هو في مجلس، هو في اداره، هو حد عارف حاجه؟ محدش عارف حاجه، محدش عارف حاجه خالص في نادي الزمالك. خلاص هم واخد بالك، هو الزمالك خلاص كده رضوا او ارتضوا بقى ان الزمالك يبقى هو ده دوره. خلاص انت زي ما كابتن سيد قال لك 3 في 4 الماتش النهارده كان ممكن يبقى 9 يبقى 11. يعني في الزملكاويه يقول لك كويس قوي، لا 3 4 خلاص. وصلوا جماهير الزمالك لدرجه ان انت اما تتغلب 4 تبقى الحمد لله جت على كده. هقول لك انا على حاجه، هو في الاخر هو مش الماتش ده كان ممكن يخلص 3-2 3-1؟ مظبوط. ليه بقى ان في اخر لحظه تيجي كده؟ الناس كتير قوي بتعاقب يا فندم. القصه دي النهايه دي كده، لا ده انت رسايل. هو ليه الزمالك اللي بقى انت قصدك عقاب قدري؟ طبعا القدر بيعاقب. طبعا الكره الختام بالكلام ده. انت كان ممكن الزمالك الاهلي كان يجيب 3 4 جوان في الشوط الاولاني، ما جوش، بقت 3-1. وكان ممكن كره تخطفها بقت 3-2، الشكل هيبقى معقول 3-1. لكن في بلس 90 وتيجي كده ده 95 يعني الجول جاي في الدقيقه 5 من وقت الضايع قبل الختام بدقيقه. ما انا بقول لك بقى في القصه دي لا كده قصه رسائل. هكلمك بقى في الكوره وفي طريقه اللعب والكلام ده. لا خلاص انت الزمالك القصه لا خلاص القصه كله ارتضى. الزمالك في لعبه غير رياضيه، لعبه كتيره قوي، خلاص الزمالك بيضحى بيه. الوضع ده يرضي مين؟ الوضع ده اللي هو المجلس، لا مجلس، رئيس لا رئيس، ده تهريج، اقسم بالله العظيم تهريج. لا مجلس ليه؟ هو في مجلس في الزمالك؟ المفروض في مجلس في الزمالك. لا ما فيش مجلس في الزمالك. كون الشخوص انت ليك تقييم يعني لا مش سلبي ليهم. لا مش سلبي، بس المجلس موجود. في امين صندوق، في اعضاء مجلس اداره، وفي تحت السن وفوق السن. يا فندم ما فيش مجلس. مفيش مجلس، انا بقول لك مفيش مجلس. ايوه ده يا كابتن، ده خبري، ده توصيف في رايك، لكن في مجلس، في مفيش مجلس والله مفيش مجلس، في بشر يعني ايه مفيش مجلس؟ مفيش مجلس، انا بقول لك مفيش مجلس. مش في امين صندوق بيمضي، وفي اعضاء مجلس اداره بتجتمع، وفي محاضر بتروح الوزاره، مش في الكلام ده يا فندم. مفيش مجلس في الزمالك. منظر
مفيش اي دور خالص خالص خالص. لا مفيش اي دور. ده عتابك على على الناس الموجوده. دي اخر حاجه. بس الاول قبل النقاش الفني، هو حضرتك هو في مشرف على الكوره ولا مفيش مشرف؟ هو المشرف بيظهر لما تكسب النقاط 6-1 وبعد ما كده ما يبقاش مشرف؟ هو مين اللي بيجيب اللعيبه؟ ومين اللي بيمشي اللعيبه؟ هو محمود علاء مشي ليه؟ انا بس اتكلم واسيب الكلام. محمود علاء مشي ليه؟ اوباما مشي ليه؟ طارق حامد مشي ليه؟ مصطفى محمد جه باسل الايادي السنه اللي رجع عشان الجيش، ما رضوش يرجعوه ليه؟ ما رضوش يرجعوه ليه؟ امام عاشور مشي ليه؟ اللي يجاوبني على السؤال ده بقى اجاوب بعد كده على الاسئله دي يعني. فالقصه في الزمالك اكبر من الكوره. ومصطفى فتحي مصطفى فتحي جه ضمن اللعيبه اللي كانت باسل الايادي. باسل الايادي عشان يجدد ولا عشان يرجع؟ ما هم رجع بقى سنه الجيش وفتره الجيش من التعاون وبتاع، طبيعي انه هيرجع الزمالك. باسل الايادي قال لك لا مش هيرجع، مش هيرجع. ما فيش مصطفى فتحي، ما فيش طارق حامد. ابو جبل مشي ليه؟ هو محمد صبحي مع احترامي ليه الماتشات دي، والكابتن سيد عارف ماتشات خبرات. انت مهما كنت انت صغير ومجن ده، لا الماتشات اللي زي دي عايز خبرات. فابو جبل مشي ليه؟ ما تقولوا لنا ابو جبل مشي ليه؟ مصطفى فتحي ما رجعش ليه؟ انت بتمشي امام عاشور في نص الموسم ليه؟ لا. فتيجي انت بتقول لي اصل المدرب اصل اللعيبه. انت بقيت الزمالك الكواليتي دوت اللي هو من انديه الوسط. يعني الكواليتي في الزمالك ده يلعب في وسط الجدول حلو قوي. يعني المركز الثالث ده انجاز تاريخي اللي جابوه ده، يعني اكبر من امكانيه اللعيبه. مفيش. او جزء من اللعيبه يعني في امكانيات كبيره برضه، في فتوح امكانياته كبيره، في زيزو، في شيكابالا، في بس الجزيري. كده. لا بس حلو كده. غير كده مفيش. يعني غير كده لا. دي لعيبه ما تلعب المقاولين تلعب، لا ما تلعبش كده قدام الاهلي. فانت الحاجات دي كلها وبعد كده بقى تكلمني كوره. لكن اكلمك كوره ومحدش عارف ايه، محدش عارف انا النهارده انا رايح العب بلبس ازرق ليه؟ انا بلبس ازرق ليه؟ مش عارف. برضه سؤال غريب صحيح. هو في ايه؟ لا بص، موضوع نادي الزمالك يعني بعيدا عن النقط الفنيه يعني اللي ممكن نتكلم فيها براحتنا وكتيره جدا بامانه يعني. بس انا عندي مشكله مع نادي الزمالك في حاجه واحده، هو ما فيش حد بيقول انا غلطان. كل موقف يحصل انت لازم في حد تاني غلطان. شبان الغلطان، خضر سيد الغلطان، انما انا لا. انا ما فيش مشكله عندي، انا كل حاجه كويسه، انا كل حاجه تمام. حتى اما الفرقه بدات تكسب ماتشين 3 خلاص انت طرت بالفرقه. احنا جبنا مدرب عالمي، بنلعب بلعيبه عالميه، احنا طريقه اللعب رحت في حته اصلا وانت على ارض الواقع انت انت مش عايش الواقع بتاعك. مع ان اعترافك بالخطا ورصده هيخليك تبدا صح، ومواجهته هيخليك تبدا صح، هيخليك ترجع بسرعه وهتبدا صح. يعني انت ما بتعملش كده كل مره. اقول لك على حاجه، انا واحد كاهلاوي انا مبسوط جدا ان البنا حسب ضربه الجزاء النهارده. تعرف لو ما حسبش ضربه الجزاء دي كنت تنسى. لا كنت تنسى الماتش. بعد الماتش كان كل الكلام ازاي دي ما اتحسبتش، ودي اللي غيرت مجرى المباراه. ودي انما يعني كنت تقصد دي كانت هتبقى المبرر يعني. طبعا انت كل حاجه بتطلع لها. انت ايه اللي وصل لعيبه نادي الزمالك لكده؟ انت كل مره على فكره ده في سحر، على فكره التيشيرت ده نحس علينا، على فكره ده مش عارف ايه. فانت انا كلاعب خلاص استسهلت الموضوع اصلا. انا بنزل الملعب عارف ان في حجه. اصل اقول لك على حاجه، في لعيبه دوليين كانوا بيقولوا كلام يعني بيقولوا للناس اللي في الاداره في اوضه اللبس، يقولوا لهم انا بنزل الملعب مش شايف، انا الكره بتتشال عليا. انتوا بتهزروا يا جماعه انتوا بتهزروا، انت فاهم؟ في لعيبه كانت بتقول كده فعلا. ما اعرفش الكوره تدخل ازاي. ايوه انا مش عارف نزلت فما كنتش شايف. انتوا لا ده هزار وتهريج. بس مين اللي وصل للعيبه كده ان انت كل شويه تقول لهم لا والاهم برضه يا كابتن فزاعه معلش اخر نقطه في دي بعيد عن الكوره، فزاعه الحجز على الفلوس. احنا بقى لنا سنه اصل الفلوس محجوز عليها، اصل الفلوس محجوز عليها. ايه الفزاعه دي؟ ما خلصنا ده ثمن لعيب، يعني ثمن لعيب. يعني انا سامحني النهارده انا معبي عشان يعني فاهمني. يعني قصدك اللي محجوز 40 50 مليون ثمن لعيب. ثمن لعيب من اللي جوه. طب بتجيب بوب وهتدفع 40 بس هو كده. لكن انت كل شويه اصل انت والحجوزات مش حجوزات، احنا بنتاخد في حته ثانيه. ومين اللي بيفرغ الفرقه يا كابتن؟ صح. ونقطه برضه يا استاذ احمد انت اتكلمت فيها، اللعيبه اللي مشيت واسبابها. نادي الزمالك عنده عيب خطير جدا ان هو ما بيفتحش الباب لاي لعيب ماشي. هو اي لعيب بيمشي هو بيقطع التواصل معاه، يعني خلاص هو لا يمكن يفكر ان هو يرجع.
يعني ترى حامد مشي بمشكله، لا، وجبل مشي يعني بمشكله، مصطفى فتحي مشي كل واحد بمشكله، امام ماشي ليه بمشكله. ليه بحوله لعدو؟ انه جاي مع انه حتى لو اخفق يرجع لك. كلنا على باب الله. يعني لو اخفق في الاخر تقدر تترجعه. من غير ما اخفق انا ليه بخليه يعني عدو؟ يعني النهارده كهربا اللي ضيع فرصه يموت نفسه، ما عمال يجيب جوان بس عايز يجيب في الزمالك. والمناسبه برضه كهربا مع اللي دول كهربا ما كانش ماشي، يعني كهربا ينضم اللي انا قلت لك عليهم دول برضه، اللي مشى دول مشى كهربا برضه. طب انتوا بتفرغوا الفرقه لصالح مين؟ انتوا بتمشوا طارق حامد على كهربا، على مصطفى فتحي، على بن شرقي، ما بن شرقي كان عنده، على امام عاشور اللي عقده ما توثقش، حاجات كتيره انا مش لاقيها اجابات. ليه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه ايه اللي بيحصل في الزمالك ده؟ ولمصلحه مين ان الناس ساكته على اللي بيحصل في الزمالك ده؟ احنا بقالنا اسبوع في سيرك والناس عماله تتفرج، والناس عماله تتفرج على اللي بيحصل في الزمالك. الزمالك اكبر من اللي بيحصل فيه ده يا جماعه، ما ينفعش الزمالك كده. انتوا واخدين الزمالك شدتوه لتحت، طب بعد تحت بتنزلوه بقى من المنور. فين جمعيه العموميه طبعا؟ فين رموزه؟ جمعيه ايه؟ مش في جمعيه عموميه؟ جمعيه عموميه في مجلس اداره وفي رموز للنادي وفي دوله يا كابتن شبانه، في دوله، الاهم في دوله. طب ماشي في دوله بس في الاخر دي جمعيه عموميه. ايوه امتى الجمعيات العموميه بيقدر يسيطر عليها؟ امتى؟ يعني هات لي نادي الجمعيه العموميه وقفت غيرت حاجه غير لما زمان الكابتن الوحش والكابتن صلاح كان هات لي جمعيه عموميه عملت حاجه. جمعيات عموميه بيبقى مسيطر عليها، بيحصل وعضو الجمعيه العموميه غير جمهور الكوره يا خضر يا كابتن. بس اصل انت انا عضو الجمعيه العموميه عايز الشمسيه مصيف مطروح مش عارف ايه، ومش كلهم زملكاويه يعني اعضاء الجمعيه العموميه، يعني عضو الجمعيه العموميه يهمه النادي الاجتماعي اكتر من النادي الرياضي. يفرق ما يقول لك لعيبه وبتاخد فلوس وانا مالي، لكن طيب. عضو الجمعيه العموميه لا. طيب خلينا نتكلم فنيا، رغم كل اللي احنا بنقوله ده ورغم كل برضه اللي الزمالك عنده ازمه فنيه السنه دي بصراحه، واخفق في كل البطولات تقريبا، ورغم كده في برضه كلام كتير اتقال فني على الراجل، على المدير الفني. يعني ما ينفعش نقعد ناخد الموضوع في سكه المشاكل والحواديت بس دي والقصص. الاساس برضه، معلش هنتكلم ماشي انا معاك انا معاك، اوعى تفصل لكن بينهم. برضه يا سيدي ماشي. السيد دلوقتي ده لعيب مش عارف، ماشي انا معاك، ما خلاص ما انت قلت. لا مش عارف مين المدرب، مش عارف ده قاعد ولا مش قاعد، مش عارف فلوسه. ما طبعا طب ما إيه بقى انت قلت ورصدت مفيش مشكله. لا بس اللعيب ده من 3 ايام عمل ماتش كويس. ايوه خلاص ما اللعيب ده ايه اللي اتغير في ال3 ايام؟ ما نفس المشاكل دي موجوده عنده من قبل فيوتشر، من قبل المقاولين. انا قصدي ان هو خلاص يعني بدأ مرحله ماتش 2 ما